الإداري ورجعوا على السجن وكانوا يشوفوا ولا يمسوه. هذه كانت ردة فعل والدة الأسير بلال كايد المضرب عن الطعام لليوم 69 على التوالي رفضا لقرار اعتقاله الإداري بعد أن أقرت المحكمة الصهيونية العليا تأجيل جلسته ليوم الخميس بشرط أن تقدم تقارير طبية مفصلة من مستشفى برزلاي تصف حالته الصحية. طبعا المحكمة لم تصدر قرار بشأن موضوع الاعتقال الإداري نهائي بمعنى رفض أو قبول أو تقصير أمر الاعتقال الإداري، ولكن القضاء أصروا على الحصول على معلومات طبية محتلنة بوضع بلال الصحي، ولهذا تم تأجيل الجلسة ليوم الخميس القادم مع الطلب للدولة بتقديم تقرير طبي محتلن وإحضار طبيب أيضا ممن يقومون على علاج بلال في المستشفى. يكمل الكايد إضرابه وهو في حالة صحية سيئة جدا، فهو مكبل اليدين والقدمين ومحاط بقوات شرطية وممنوع من الزيارة، لكن الملفت أن إرادته لا تشكو ولا تضعف. 15 سنة وهو مسجون عندهم. الله أكبر عليهم، الله أكبر عليهم، الله أكبر على إسرائيل وعلى حكم إسرائيل بكل دولة ديمقراطية. هاي وين الديمقراطية اللي عندهم؟ وين الديمقراطية اللي عندهم؟ ما فيش عندهم ديمقراطية. دولة سلخانة، دولة نازية، دولة لحامة. هذول تعيش الحركة الأسيرة مرحلة مفصلية، فمعركة الكايد ضد قرار اعتقاله الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 14 عاما ونصف داخل الأسر ستعد اختبارا يقيس على أساسه المحتل إمكانية نجاح أو فشل هذه الوسيلة الإجرامية، ما يعني أن آلاف الأسرى قد يواجهون نفس الموقف. تسويف وتأجيل، قرارات متوقعة من المحاكم الصهيونية اللا شرعية، فمع مرور الوقت يدرك المحتل أنه أخطأ عندما اختار الكايد عدواً، فإرادته سيف لا يقطع. من أمام محكمة الظلم الصهيونية لمؤسسة إيليا الإعلامية لما غوشة.